فاش كتربح مدينه ما كيعنيش انك ربحتي الحرب كامله، ورينيرا دابا غتبدا تفهم هذه الحقيقه بالطريقه الصعيبه، حيت في الوقت اللي كانت كتحاول تشد فيه الحكم في كينغسلاند الاعداء ديالها ما كانوش غير خارج اسوار المدينه ولكن كانوا حتى في المدينه لداخل. وفي نفس الوقت كريستون كول بدا كيشوف النهايه ديالو كتقرب. ايمند لقى راسو بلا فاغار وبلا القوه ديالو، وايغون اللي كلشي كان كيقول راه سالا مازال عنده ما يقول في هذه الحرب. ولكن اللي غادي يوقع في الاخر ديال الحلقه غيبين لينا باللي السيطره ديال رينيرا على كينغسلاند كان غير البدايه، اما الحكم ديالها كان هو اصعب حاجه غدوز منها. السلام عليكم، معكم زيرون، واليوم وصلنا للحلقه الخامسه من المسلسل هاوس اوف دراجونز، الحلقه اللي الاحداث ديالها بدات كتحرك البياض كاملين للمرحله الجايه من الحرب. وبلا ما نحرقوا لكم الحلقه كامله من الاول، ما تنساوش ديروا معكم واحد لايك وسبسكرايب، ودابا ندوزو نشوفوا الحلقه الخامسه. من الاحداث ديال الحلقه اللي دازت كنشوفوا ان الحرب مازال بعيد بزاف باش انها تسالي، وبصح رينيرا قدرت انها تسيطر على كينغسلاند وتاخذ العرش الحديدي، ولكن المشكل هو ان الاستيلاء على المدينه حاجه ولكن تحكمها حاجه اخرى. وخارج العاصمه الجرينز مازال عندهم رجال كيتقاتلوا ومازال عندهم ناس مستعدين يوقفوا معاهم، ومن بين هاد الناس اللي باقيين كيحاولوا حتى لاخر نفس كاين كريستون كول اللي دابا لقى راسو في واحد الوضع صعيب بزاف. القوه ديال الجرينز ولات ضعيفه، ما بقاش عندهم نفس التفوق اللي كان عندهم قبل، وزيد عليها ان الحرب ولات كتضغط عليه حتى هو. ولكن كريستون ما باغيش يستسلم نهائيا، كيحاول انه يستعمل التجربه ديالو في الحرب وكيدير واحد الهجوم خطير ومفاجئ على القوات اللي ضده. وفي الاول الخطه ديالو كتنجح، كيقدر يفاجئهم ويضربهم بلا ما يكونوا موجودين ليه. ولكن المشكل هو ان اوسكار ما بقاش حتى هو نفس الدري الصغير اللي الناس ما كانوش كيعطيوه قيمه. دابا بدا كيتعلم كيفاش كتلعب الحرب ديال بصح، وبدا كيرد على كريستون كول بنفس الطريقه. كدير معايا القوالب حتى انا غندير معاك القوالب، كتهجم عليا وتضربني من اللور بلا ما نكون واجد حتى انا غندير نفس الحاجه وغنضربك من البلاصه اللي ما عمرك غتوقعها. وشويه بشويه كريستون بدا كيلقى راسو داخل لواحد الفخ كبير بزاف، الجيش ديالو بدا كيتضرب من كل جهه والاختيارات اللي عنده بداو كينقصوا، واللي باين على كريستون هو انه ولا عارف شنو كيتسناه. ومن هنا غنمشيو لهارينهال فاش كنلقاو ايمند في واحد الحاله ما عمرنا ما شفناه فيها. ايمند اللي كان كيركب على اكبر تنين كاين في العالم، كان كيدير الرعب في اي جيش كيشوفو. دابا ما بقى عنده والو، لا جيش لا التنين ديالو لا حتى الحريه ديالو. وهذه اول مره كنشوفو ايمند ضعيف ومصاب بزاف، ما قادر يتحكم في حتى شي حاجه. ولكن هنا كتدخل اليس، والمثير للانتباه هو ان ايمند اللي كان ديما كيبان بارد وقاصح بدا كيبين معاها الجانب الثاني من الشخصيه ديالو، بدا كيحيد داك القناع ديال القوه اللي كان لابسو، حيت ايمند حياته كامله كان كيشوف باللي الا بان ضعيف الناس غياكلوه، ولكن دابا راه اصلا ضعيف وما عندوش منين يهرب من هذه الحقيقه. وفي واحد اللحظه ملي اليس كتلقى راسها في واحد الخطر كبير بزاف، ايمند كيدخل وكيحاول يحميها، وهنا العلاقه بيناتهم كتبدل بزاف، ما كتبقاش غير علاقه ديال وحده سجينه وواحد مصاب، كاين شي حاجه اخرى كتبنى بيناتهم. والسؤال هنا ايمند الا قدر يخرج من هارينهال واش غيبقى هو نفس الشخص اللي كان قبل؟ ومن جهه اخرى كنرجعوا لواحد الشخصيه اللي ممكن نحسبوها كانت ماتت، تايلاند لانستر. تايلاند كيبقى حي وكيكتب له عمر جديد، وفي الاخر كيوصل لروكريس وتما كيلقى لاري سترونغ وايغون الملك اللي كان قبل جالس في العرش الحديدي. دابا كيتخبى باش حتى شي واحد ما يعرفو شكون هو، خسر العرش وخسر القوه ديالو ولكن باقي حي، وهادشي بوحدو كافي باش يولي خطر على رينيرا، خصوصا ملي كيوصل تايلاند، حيت هو عنده واحد الحاجه مهمه بزاف وهو اللي عارف فين كاين الذهب ديال التاج. وهنا كنعرفوا باللي في الحرب الفلوس تقدر تكون اهم من الجنود، حيت الا كان عندك الذهب تقدر تشري السفن وتقدر تشري الجيش، او لا تقدر تجيب حتى المرتزقه، وحتى الناس اللي كانوا ضدك بالفلوس يقدروا يوليو معاك. يعني ايغون واخا هو خسر كل شيء مازال عنده فرصه كبيره باش يرجع لهاد الحرب. وهنا كيبداو يهضروا شويه شنو خاصهم يديروا، فين خاصهم يمشيو، باش غيبداو، واش يهربوا واش يبقاو ويجمعوا الجيش. ولكن كيوقع واحد الموقف اللي كيورينا باللي ايغون تبدل بزاف. واحد الراجل كيلقى التاج وكيبدا يشك في ايغون، وايغون كيعرف باللي هاد الراجل عرفوا شكون هو ويقدر
كيعرفهم، داكشي علاش كيقتلوه وبلا ما يتردد. وهنا كيبان لينا بلي ايغون بصح خسر العرش، ولكن ما خسرش الرغبه ديالو باش يرجع ليه. وندوزو لكينغسلاند وكنشوفوا بلي رينيرا بدات كتفهم بلي الجلوس ديالها فوق العرش الحديدي ما كيحلش كاع المشاكل، بالعكس يقدر يكون هو البدايه ديال المشاكل. المدينه يلا خارجه من الحرب، الناس عايشين في الرعب، والثقه بين الشعب والحكام شبه منعدمه. وفي وسط هذا الشيء كامل اليسنت وهيلينا مازالين وسط القصر وتحت المراقبه، ولكن اليسنت عارفه الريد كيب مزيان وحافظاه، وعارفه منين تخرج ومنين تدخل. عاش فيه سنين طويله وعارفه بلي هذا القصر ما فيهش غير البيبان والشراجم اللي كيدخلوا منهم الناس وكيخرجوا، ولكن كاين طرق مخبيين وكاين ممرات سريه وبلايص تقدر تدخل وتخرج منها بلا ما يحس بيك حتى شي واحد. وهنا اليسنت وهيلينا كيحاولوا يستغلوا واحد من هاد الممرات باش يهربوا، كيدخلوا وسط الظلام وكيمشيو وهما ما عارفينش اصلا واش هاد الطريق غتخرجهم. ولكن شويه بشويه كيبدا كلشي يتعقد، الطريق ماشي كيف ما كانوا متوقعين، كيلقاو راسهم محاصرين وفي وسط التخربيق والخوف كيطيح الضوء وكل شيء كيولي ظلام. وهنا المسلسل كيخلي المصير ديالهم معلق، ما كيبانش لينا شنو وقع، واش غيقدروا يخرجوا ولا دخلوا بيديهم لواحد البلاصه اللي يقدروا يخرجوا منها ميتين. وفي نفس الوقت الوضع ديال كريستون كول كيزيد يتعقد بزاف، الجيش ديالو عيا والرجال ديالو بداو كينقصوا، والاعداء ديالهم عاد ما كيزيدوا يقربوا لهم اكثر. عارف باللي ما بقى حتى طريق باش يرجع للور، داكشي علاش كيقرر انه يكمل. وهنا كنشوفوا واحد كريستون كول مختلف شويه على اللي قبل، ما بقاش كيهضر بحال شي واحد متاكد بانه غادي يربح، ولا كيهضر بحال شي واحد صافي تقبل انه غيموت، وكيحاول يوجد الرجال ديالو للمواجهه اللي جايه. واهم حاجه ما كيوعدهمش بانهم يقدروا يرجعوا لديورهم، ما كيقولش لهم باللي الربح مضمون، حيت هو ما تايقش نهائيا واش يقدر يربح ولا لا. ولكن الحاجه الوحيده اللي بقات لهم هي انهم يختاروا كيفاش يعيشوا النهايه ديالهم. وكل شيء كيشوف باللي كريستون كول غادي لواحد المعركه اللي تقدر تكون هي الاخرى في حياته. ولكن الوقت اللي كانت الحرب شاعله في كينغسلاند الخطر الحقيقي بدا كيبان من الداخل. دائما كيمشي لواحد البلاصه وسط المدينه وتما كيكتشف واحد المنظر خايب بزاف، الرجال ديال الجولد كلوك مقتولين، الجثث ديالهم محطوطه بواحد الطريقه كتبين باللي اللي دار هذا الشيء ما كانش الهدف ديالو هو انه غير يقتلهم، ولكن كان باغي شي واحد يجي ويشوفهم، كان باغي يوصل واحد الميساج. ومن بين الناس اللي كانوا مقتولين هو لوتر لارجنت، وقدام هاد الجثث كامله كانت رساله مكتوبه بالدم، وليمه للخونه. وهنا دائما كيفهم بلي هاد الشيء ماشي غير جريمه قتل عاديه، هاد الشيء مخطط ليه مزيان، شي واحد باغي يضرب رينيرا من الداخل، باغي يخلي الناس يشكوا في الحكم ديالها، وباغي يخلي كينغسلاند تحارب راسها براسها. وهنا كيبان المشكل الحقيقي ديال رينيرا، هي دخلات للمدينه واستولات على العرش، ولكن واش هي بصح كتحكم في كينغسلاند؟ وفي الاخر ديال الحلقه كل واحد من الشخصيات الرئيسيه كتوقف حدا واحد المصير ما معروفش. كريستون كول غادي لواحد المواجهه اللي تقدر تكون هي الاخرى ليه، ايمند مازال في هارينها، ولكن العلاقه ديالو مع اليس بدات كتبدل. ايغون ولا عنده امل من جديد من بعد ما رجع تايلاند وعنده معلومات على الذهب. اليسنت وهيلينا باقين ضايعين وسط الممرات ديال الريد كي. اما رينيرا يمكن تكون ربحات اكبر مدينه في الممالك السبع، ولكن العدو ديالها دابا ما بقاش غير قدامها، راح حتى هو وراها، ويمكن يكون قريب ليها اكثر مما هي كتخيل. وهنا كتسالي معنا الحلقه الخامسه. الحلقه يمكن ما كانتش عامره بالمعارك والتنانين، ولكن حركت بزاف ديال الحوايج اللي غيكون عندهم تاثير كبير في داكشي اللي جاي. ودابا بغيت نعرف الراي ديالكم نتوما، شنو هي اكثر شخصيه شداتكم في هذه الحلقه، وشنو بان لكم في داكشي اللي غيوقع لكريستون كول في الحلقات الجايه وفي هذه الحرب. خليو لي في كومونتيرات الاراء ديالكم، وما تنساوش ديروا واحد لايك وسبسكرايب، وتابعوني في انستغرام وتيك توك، والناس ديال الفيسبوك ما غنساكمش. الحلقه غتلقاوها في لاباج ديالنا اوفيسيال. كان معكم زيرون وتهلاو.